السلام عليكم متابعي الكرام. لايك وشير وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لايك وشير وصلي على النبي الزين. على بركة الله، في طائرة خاصة بقيادة عضو مجلس إدارة نادي الأهلي أو برئاسة عضو مجلس إدارة نادي الأهلي طارق قنديل، انطلقت بعثة نادي الأهلي إلى كينيا عصر اليوم في طائرة خاصة برئاسة طارق قنديل والمدير والجهاز الفني بالكامل برئاسة كولر و23 لاعب. 3 في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء. في خط الدفاع 6 لاعبين: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، يحيى عطية الله، يوسف أيمن، وياسر إبراهيم. في خط الدفاع طبعا لأول مرة يحيى عطية الله يمثل نادي الأهلي. في خط الوسط 7 لاعيبة. في خط الوسط 7 لاعيبة: عمرو السولية، كريم نتفد، أكرم توفيق، كوكا، مروان عطية، إمام عاشور، مجدي أفشة. دول 7 لاعيبة اللي في خط الوسط. والهجوم 6 لاعبين: وسام أبو علي، الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم، وطاهر محمد طاهر. ده بالنسبة لل7 لاعيبة أو ال6 لاعيبة اللي هم في قيادة خط الهجوم. طبعا لو احنا اتكلمنا ك3 في حراسة المرمى، 6 مدافعين، 7 خط الوسط، 6 مهاجمين، العدد 22. وانا في بداية اللايف قلت لكم ان العدد 23 لاعب. في لاعب جوكر من وجهة نظري، لاعب جوكر. مين هو اللاعب الجوكر؟ عمر كمال عبد الواحد، باستثناء حراسة المرمى. في أي مكان يلعب، في أي مكان يؤدي وبقوة، في الدفاع، في الوسط، في الهجوم. يبقى على بركة الله انطلقت بعثة الأهلي إلى كينيا لمواجهة جورماهيا الكيني، ودي ال23 لاعب اللي اصطحبهم كولر معاه لمواجهة جورمانيا الكيني. بالتوفيق لنادي الأهلي. سنعلن التشكيل في الأيام القادمة، التشكيل النهائي الذي يخوض المباراة. لايك وشير وصلي على النبي الزين. لايك وشير وصلي على النبي الزين، وادعم، ومستني دعمك عشان عاوزين نوصل إلى أكبر عدد. أنت الداعم لي. لايك وشير وصلي على النبي الزين صلى الله عليه وسلم.